أقدم لكم وصفة لإزالة الكرش أو إذابة دهون البطن. الكثير منا يعاني من هذه المشكلة، مشكلة الكرش ومشكلة البطن. هناك من يكون وزنه زائد ويعاني من زيادة وزنه وفي نفس الوقت من ظهور أو بروز البطن، وهناك العكس، يعني من يكون نحيف وبطنه بارزة. فإذا كنت من النوعين فهذه الوصفة رائعة جدا بالنسبة لك. إذا كنت مثلا لا تريد أو كنت لا تريدين أن تنقصي عامة جسمك، يعني لا تريدين أن تصبحي نحيفة وفي نفس الوقت تريدين إزالة الكرش، فهذه الوصفة رائعة جدا. سوف تكون فيها مكونات طبيعية، يعني ليس فيها أي مكون غير طبيعي، مكوناتها طبيعية متواجدة في كل بيت، سهلة جدا، مذاقه جميل. هذا المشروب يعني مذاقه جميل، ليس مذاقا لا يطاق، يمكنكم اعتماده يعني بعد مرور أسبوع في حياتكم اليومية. فهو ينقي الجسم، يعمل ديتوكس للجسم، ينقي أمعاءكم، ينقي الكلاوي، ينقي الأشياء المتراكمة على الكبد وأيضا على الأمعاء وعلى جهازكم الهضمي، وفي نفس الوقت يقلل وزن البطن. هذه الوصفة تعطي نتيجة سريعة جدا فلا تفوتوها أبدا. الآن سوف ننتقل مع بعضنا البعض إلى مكونات هذه الوصفة. سوف نحتاج إلى خيارة، كما ترون خيارة متوسطة. سوف نحتاج إلى زنجبيل طازج. سوف نحتاج إلى ليمونة. وسوف نحتاج إلى النعناع أو أوراق النعناع. يمكنكم استخدام أي نوع، ليست هناك مشكلة. إذا هذه هي المكونات التي سوف نحتاج إليها فقط، وسوف نحتاج إلى الماء. الآن سوف ننتقل مع بعضنا البعض إلى طريقة عمل هذه الوصفة. تابعوا معي. أول شيء نقوم بغسل الخيارة كما ترون حتى نزيل منها الأتربة، بعد ذلك نقشرها. إذا بعد غسل وتنظيف الخيارة نقوم بتقشيرها وتقطيعها إلى دوائر. إذا هذا هو الخيار بعد أن قمنا بتقطيعه إلى دوائر. الآن سوف ننتقل إلى الخطوة التالية. الآن سوف نقوم بعمل نفس الشيء للليمون، نقوم بتقطيعه إلى دوائر صغيرة. بالنسبة للزنجبيل الطازج سوف نقوم بتقشيره ثم بحكه. سوف نحتاج إلى ملعقة كبيرة كما ترون فقط. بالنسبة للنعناع سوف نقوم بإزالة الأوراق، نحتفظ فقط بالأوراق، نزيلها عن الأعواد لأننا لن نستخدم الأعواد. رائحة النعناع جميلة جدا. طبعا نكون قد غسلنا النعناع ونظفناه جيدا من التراب وتركناه حتى يجف. يجب أن يكون نظيف، وسوف ننظفه مرة أخرى. قمت بغسل أوراق النعناع جيدا مثل ما ترون. والآن سوف ننتقل للخطوة التالية. إذا هذه هي المكونات: الخيار، النعناع، الزنجبيل والليمون. الآن سوف نأخذ قدر زجاجي أو قنينة زجاجية كما ترون ونضيف إليها الماء. أنا هنا أستخدم ماء معدني، يمكنكم استخدام أي نوع من أنواع الماء سواء مياه الصنابير أو المياه المفلترة، لكنني هنا أفضل وحبذا لو كان الماء معدني. كما ترون لا نملأه، يعني لا نملأه لأننا عندما سوف نضيف المكونات سوف يرتفع، لذلك لا نملأ القنينة حتى يعني لا تخرج المياه خارجا. فالآن سوف نضيف المكونات الواحد تلو الآخر.
سوف نضيف الخيار أولا. بالنسبة للمياه تقريبا هنا لتر واحد. سوف نضيف الليمون، سوف نضيف النعناع، وسنضيف الزنجبيل المحكوك بهذه الطريقة. وسوف نقوم بإدخال هذه المكونات حتى تندمج مع الماء جيدا. ونقوم بتغطيتها بهذه الطريقة، وهذا يكون شكلها. إذا هذا هو شكل المشروب بعد أن قمنا بإضافة المكونات إليه. كما ترون الليمون ينزل إلى تحت وباقي المكونات تصعد إلى الفوق. الآن بالنسبة لطريقة شرب هذا المشروب والاحتفاظ به، تحتفظون به في الثلاجة ضروري جدا. أصلا الآن فصل الصيف فالثلاجة شيء ضروري، وأن تكون المشروبات باردة أيضا شيء ضروري جدا للانتعاش في فصل الصيف. لكن إذا تركتموه حتى 5 دقائق خارج الثلاجة فربما يفسد. لذلك قوموا بإفراغ المشروب في الكأس وأرجعوه إلى الثلاجة مباشرة. الآن لا تشربوه مباشرة بعد عمله، اتركوه لمدة 24 ساعة في الثلاجة ثم اشربوه. نعم، مثلا قمت بعمله اليوم الساعة 4، في الساعة 4 للغد تقومين بشربه. سوف تلاحظين أن لون النعناع لا يبقى هكذا، سوف يصبح ذابل. لا تخافي أو تعتقدي أن الوصفة قد فسدت، فقط لون النعناع يصبح ذابل، وهذا شيء طبيعي جدا. يفقد لونه ويعني يفرغ مزاياه في هذا الماء. كل هذه المكونات تفرغ مزاياها في هذا الماء وتعطينا مزاياها الرائعة. الآن بالنسبة لطريقة الشرب، إذا استطعت أن تشربي أكثر من 4 أكواب في اليوم فليس هناك مشكلة، رائع جدا. لكن كأقل شيء 4 أكواب في اليوم، أقل شيء. تستطيعين تقسيمها، مثلا كوب قبل الفطور، كوب قبل الغداء، كوب قبل العشاء يكون هناك وجبة سريعة أو شيء من هذا القبيل، كوب قبل تلك الوجبة، وكوب قبل أو بعد العشاء. هي 4 أكواب في المجموع في التوتال. لكن إذا استطعت مثلا 5 6 أكواب كلما تذكرتي ليست هناك مشكلة. بالنسبة لي أنا هذا لا يبقى معي سوى يوم واحد، يعني أنهيه في يوم واحد، فهو أيضا كما قلت لكم رائع جدا بالنسبة للديتوكس، ليس فقط بالنسبة لإزالة البطن أو